مساء الخير. وحشتوني قوي قوي. حاسه كده بقالي مده ما شفتكمش. عايزه اقول لكم ان انا امبارح كنت بتكلم كده مع بنوته جميله جدا في اول الثلاثينات. جميله قوي، يعني شكلها فعلا حلو قوي. فلفت نظري وقلت لها انت مخطوبه؟ قالت لي لا انا مش مخطوبه. طب انت متجوزه؟ قالت لي لا انا مش متجوزه. قلت لها ايه ده؟ فين الرجاله كده تدور على البنات الحلوه دي؟ قالت لي اصل انا بصراحه نفسي اتجوز واحد شبه بابا. قلت لها شبهه ايه، في الشكل يعني؟ قالت لي لا مش في الشكل. قالت لي نفسي اتجوز واحد شبه بابا في طريقته مع ماما. كان قد ايه حنين، كان قد ايه طيب. انت عارفه لما كانوا يزعلوا مع بعض ما ينفعش ابدا يناموا زعلانين من بعض. كان يدخل كده يعمل لها اي عصير ويخش لها يصالحها، وهي كمان كانت طيبه شبهه بالظبط. والايام كده مشيت بيهم وكانوا بيحبوا بعض قوي قوي. انت عارفه كمان مرة بتقول له ايه، بتقول له انا عندي مناسبة كده وعايزة البس فستان معين. عارفة كان دايما يقول لها ايه؟ البسي اي لون، اي حاجة، انت كده زي القمر، انت عسلية في اي حاجة. لو قالت له انا طب عايزة مثلا اغير كده، طب اغير اشارة بتاع، على طول شايفها جميلة، على طول شايفها احلى واحدة، على طول شايفها احلى واحدة واحسن واحدة ومالية عينيه. بعكس خالص اللي انا بشوفهم دلوقتي، يبقى خاطب وعمال يبص، يبقى متجوز وعمال يبص. انا عايزة واحد شبه بابا. قلت لها بقولك ايه، كلامك جميل قوي قوي، ويعني بابا اكيد حد جميل وماما حد جميل، بس كلمة ان انا اخد حد شبه بابا، او واحد يقول عايز حد بالظبط بالظبط كده شبه ماما، ما ينفعش يا جماعة الكلام ده. ما ينفعش كلمة شبه. لا، ممكن تاخدي اللي ترتاحي له، اللي على قد ما يكون بيحترمك، على قد ما يكون عقليته شوية كده شبهك، يعني شوية. لكن تيبيكال شبهك قوي قوي دي انت كده هتقعدي كتير. فيا ريت الفكر ده برضو يا جماعه يتغير. صحيح اهالينا يعني كانوا ناس جميله قوي قوي، بس برضو كان فيهم عيوب يعني. فلذلك ايه، ما ينفعش ابدا ان انا دايما اقول ايه انا عايزه حد بالظبط شبه بابا، او انا عايز حد بالظبط شبه ماما. لا، إيه، على قد ما تقدر زي ما قلت لك او زي ما قلت لك، حد كده يبقى في بينكم تناغم في الفكر، تناغم في الافكار، تناغم في العقليه. العقليه حلوه مريحاك، تعرف تاخد وتدي معاها، بتحترمك وانت كمان بتحترمها. لكن تقول تيبيكال كده بالظبط شبه حد، لا الحته دي فجت برضو وانا بكلمها هي برضو مش مقتنعه بالكلام ده، بتقول لي تصدقي، قطعتني في الكلام وقالت لي ايه تصدقي. قلت لها ايه، انت مش مقتنعه بكلامي ولا ايه؟ قالت لي مقتنعه، بس كان في بينهم تناغم رهيب جدا، كانوا يعني بيعشقوا بعض. قلت لها ايه طيب تاني قولي لي، يعني انت خليتيني بجد عايزه اعرف زياده عنهم. قالت لي مثلا لو بابا نفسه ياكل محشي، ما يقولهاش اعملي لنا محشي. قلت لها امال كان يقول لها ايه؟ يقول لها هو في ورق عنب نزل في السوق ولا ايه، في بتنجان نزل في السوق ولا ايه؟ مش عايز يتعبها. يمكن هي ما عندهاش قوة أو طاقة بكرة إنها تعمل الحاجة دي، بس هو نفسه في الحاجة دي. هي بتفهم كده على طول، لو قدرت بتروح تعمل له، ما قدرتش تيجي تقول له هعمل لك، حاضر هعمل لك من عينيا بعد يومين ثلاثة بس أفوق شوية. قد إيه كانوا بيفهموا بعض، قد إيه كانوا نماذج. أنا عايزة زيهم. قلت لها تاني برضو زيهم، كلمة زيهم دي بالظبط كده هتعطلك كتير. عايزة أقول لكم حاجة يا شباب، في أكيد بنات كتيرة كويسة، وفي كمان شباب كتيرة كويسة. أنت بس دور وإن شاء الله ربنا هيفتحها عليكم كلكم. ودايما ندور كده على اللي يسعدنا، على اللي يفرحنا، وعلى اللي فيه شوية مننا، بس مش لازم يكون تيبيكال شبهنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟